السلام عليكم. لو عندك موتوسيكل صيني او حاجه احسن من الصيني شويه وعايز ترفع من قوه الموتور بتاعها، هوري لك دلوقتي طريقه وهتشوف دليل على نجاح الطريقه دي. كل اللي هتعمله انك هتفك البوجيه من المحرك وتستنى حوالي 20 دقيقه بحيث يكون المحرك دافي، حاجات بسيطه خالص. وتعالى نقيس كبس المحرك قبل ما نبدا. 75 بي اس اي. فكيت عداد الكبس، ودي كاميرا اندوسكوب نشوف بيها شكل البستم قبل ما اشتغل، وزي ما هو واضح عليه كربون مغطي وش البستم ومقلل حجم الغرفة. هستخدم العلبة دي واسمها ريزويل 64 اي قاهر الكربون، وده بيشتغل بتكنولوجيا الماني اسمها الكربون اكس، ومتصنع خصيصا في المانيا للسيارات او الموتوسيكلات، لان ما ينفعش تستخدم اي عبوة غير مخصصة للسيارات او الموتوسيكلات. رج العبوة وضخ رغوة الكربون اكس جوه الغرفة واستنى تقريبا دقيقتين، وبعدها هات مسدس هواء ودخله جوه الغرفة وانفخ بيه علشان تطلع الرغوة ويطلع معاها الكربون. وهتكرر الموضوع اكتر من مرة. وللعلم العبوة دي بتكفي 4 موتوسيكلات، او تستخدمها 4 مرات على مدار السنة كلها. ولما تلاقي الرغوة بقت بتطلع لك نظيفة يبقى خلاص على كده مفيش كربون هيطلع. وهجيب الكاميرا الاندوسكوب علشان اشوف شكل سطح البستم، وزي ما هو واضح نظافة ما تقلش عن 70%. بس خلي بالك في نظافة اعلى من كده، بس هنحتاج ندفي وش البستم. ركبت البوجيه ووصلت الكابل وهشغل لمدة 30 ثانية فقط. والهدف اني اخلي سطح البستم يدوب دافي، حاجات بسيطة خالص. وبعدها فكيت السلك وطلعت البوجيه ورجعت تاني اكرر نفس الخطوات بنفس الترتيب ونفس الطريقة. وبعد ما خلصت جبت الكاميرا الاندوسكوب علشان اشوف النتيجة، وزي ما هو واضح نظافة بنسبة ما تقلش عن 90%. وكنت عايز اكرر تنظيف تاني، بس صاحب الموتوسيكل كان مبسوط بالنتيجة اللي طالعة قدامه في الكاميرا الاندوسكوب وقال لي كده زي الفل. تعالى بقى نقيس كبس المحرك ونشوفه كام. 85 بي اس اي. الاول كان 75 بي اس اي ودلوقتي رفع ل 85 بي اس اي، وده معناه كبس اعلى للغرفة، يعني قوة زيادة للموتوسيكل وتوفير بنزين وتسارع اعلى. ولو في حاجة تانية في الموتوسيكلات عايزني اشرحها اكتبها في التعليقات، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.